السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيديو النهاردة فيديو مختلف شوية عن فيديوهات القناة بتاعتي او المحتوى بتاعي. حبيت ان انا اعمل معاكم روتين بسيط كده في بيت اهلي، البيت اللي انا اتربيت فيه، اللي عمري ما استعر منه ابدا، البيت اللي انا نشأت واتولدت وتربيت ونشأت فيه، البيت اللي كله دفى وحنية وبساطة. عايزة اقول لكم برغم فرشه البسيط وكل حاجة فيه بسيطة قوي، بس بنحس دايما بالحنين لبيوتنا دي. اقسم بالله العلي العظيم انا برتاح نفسيا عند اهلي في كل حاجة. يعني يسيبكوا بقى من الفرش والستاير والهيلمان ده كله، البساطة والحصيرة اللي احنا اتربينا عليها، والطبلية اللي احنا كنا بناكل وبنشرب عليها، والبيت الحلو اللي بيجمعنا كلنا بكل حب وبكل رضا. بتبقى أسعد أيامنا اللي احنا عشناها فيه. وكمان لما بنتجمع كاخوات كده وبنبقى اخوات كتير مع بعض، برضو بتبقى أسعد أيام والله. قمت الصبح بدري كده، كان ايه، قلت اعمل روتين معاكم بسيط كده واوريكم روتيني في بيت اهلي. بصوا بقى، احنا في سريرين في الأوضة، واحنا كمان يعني ايه لما بنروح بنحب نتجمع كلنا مع بعض. اتصالات كده بتتم في الأول، خلاص احنا خلاص هنروح، يبقى لازم نروح كلنا مع بعض. عايزة اقول لكم الأوضة بقى بتبقى مليانة، اللي نايم في الأرض واللي نايم على السراير واللي نايم هنا واللي نايم هنا. فما بتفرقش والله العظيم، اللمة وجمعتنا مع بعض دي بتبقى بالدنيا، مش فارقة بقى نوم على سراير نوم على الأرض، وزي ما بيقولوا كده حصرت الصيف واسعة. فأي مكان بيجمعنا كلنا مع بعض بكل حب، وبأبسط لقمة أو بأبسط أكلة أو بأبسط حاجة احنا بنكون راضين وحابينها جدا. ليه؟ كفاية ان احنا بنبقى مع بعض، وكفاية الراحة النفسية في المكان القديم اللي احنا عشنا وتربينا فيه. آه طبعا انا اترددت كتير ان انا انزل الفيديو، مش علشان بيت اهلي مثلا ان هو بيت قديم او عفش قديم او في اي حاجة، بل بالعكس، انا اتشرف بالبيت اللي انا اتربيت فيه جدا والله. بس انا في الفترة دي كنت تعبانة ومش قادرة اتحرك، وما كنتش بقدر صراحة ان انا نقف كتير، لدرجة ان انا شكيت ان عندي الغضروف. فرحت طبعا ومن الطبيعي والبديهي ان احنا لما بنتعب اول حد بنروح له، او اول حد بيشيل حملنا وبيشيل همنا، هي الام. ربنا يبارك فيها يا رب ويديها الصحة والعافية ويخليها لينا يا رب وما يحرمناش منها ابدا. هي اول حد بيشيل الهم وبيشيل كل حاجة عننا، سواء الولاد سواء الاكل الشرب كل حاجة بتبقى هي الام اللي شايلاها وحاملة همها. فجيت عند امي، قعدت فترة، حسيت ان بقيت كويسة جدا. وعايزة اقول لكم برضو على حاجة، معلومة كده او حاجة هي عملتها لي، بعدها خفيت الحمد لله، بعد إرادة ربنا سبحانه وتعالى يعني. انا شكيت ان انا عندي الغضروف، بس طلع ما فيش غضروف ولا حاجة. هو كل ما في الموضوع ان انا كنت واخدة رطوبة جامدة جدا، ما كانت خلاص ما كنتش قادرة اتحرك، ورجلي بتوجعني ومش قادرة اقوم ولا اشيل حاجة ولا احط حاجة. فجابت لي، عارفين الطشت الكبير ده اللي هو بتاع الفلاحين ده، جابت لي الطشت الكبير وحطت لي فيه ميه سخنه بتغلي، وحطت معاه شويه اعشاب كده، هبقى اقول لكم على اسمائها في فيديو تاني، لان انا صراحه مش فاكراها. كانت اعشاب كتير واسمائها غريبه. بس في منها ورق ليمون، في منها ورق بصل، ورق توم، ورق جوافه، بتحطيهم في الميه دي مع اعشاب تانية بتتجاب من عند العطار. بتحطيها مع الميه اللي بتغلي، وبتكوني لابسه الملابس الداخليه بس. وبعد كده بتروحي مثلا حاطه في الطشت ده او في الحاجه اللي انتي هتاخدي حمام البخار فيها، بتروحي حطاها فيها وبتلفي فوطة او بتلفي حاجة عليكي وانتي قاعدة، مثلا بتحطي كرسي في قلب الطشت ده، وبتقعدي وحد يلف عليكي بطانية، وبيسيبوا البخار ده يطلع كله على جسمك. بيقولوا اول حاجة ان هو بيعالج تأخر الإنجاب، إن في أعشاب من اللي هي حطيتها دي بتعالج تأخر الإنجاب. الله أعلم المعلومة صح ولا غلط، بس بتعالج تأخر الإنجاب، دي حاجة. تاني حاجة ان هي بتسحب كل الرطوبة والنارية اللي بتبقى في العظم. فعايزة اقول لكم الوصفات بتاعت الناس الكبيرة دي بتبقى حلوة جدا والله، وبتبقى مضمونة وبتجيب نتيجة حلوة قوي.
فقالت لي تعالي هعمل لك حمام البخار ده وتستغطي بعدها وتتكلفتي كده وتنامي على طول، انا عايزاكي تعرقي. فعلا والله عملت كده، صحيت الحمد لله زي الفل. طبعا انا كان ليا فتره عندها ما كنتش بطلع من الاوضه دي خالص، فالولاد طبعا قاعدين فيها واحنا واختي وناكل ونشرب وبنقعد فيها، يعني عايزه اقول لكم بناكل ونشرب ونقعد فيها مع بعض. فجيت قلت بقى ما بدهاش، طلعت كله بره الاوضه بصراحه، واللي قدرت عليه لان انا برضو ما حبيتش اضغط على نفسي كتير، اللي قدرت عليه بس ان انا ايه، اعمل الاوضه اللي احنا قاعدين فيها. وقلت كل يوم هبقى اعمل كده ايه روتين في اوضه معينه، هما 3 اوض وصالتين ومطبخ وقلت برضو هعمل لكم روتين في المطبخ ان شاء الله، برضو هنزله لكم، هعمل فيه كل التوضيبات. طبعا المطبخ بتاع والدتي متبهدل جدا بسبب ان هي كانت عامله عمليتين في عمليه واحده، وبسبب كمان ان هي كانت عاملة عمليتين في عملية واحدة، وكمان كانت تعبانة جدا. كان الكبد يعني تعبها شوية، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. ف قلت بقى ايه، هي قاعدة ليها فترة ما عملتش حاجة، يعني اسد شوية من اللي هي عملته معايا او ايه. يعني والله هو احنا مهما نعمل معاهم عمرنا ما هنوفيهم حقهم ابدا علينا. فقلت ان انا ايه، هعمل لها كده، هعمل لها المطبخ باذن الله واظبطه لها قبل ما امشي، والاوضه كده قلت ايه نروقها كده عشان لما نقعد فيها تبقى رايقه وحلوه. طيب الاوضه مليانه تراب كتير ليه؟ هي كل يوم بتتكنس على فكره، بس مليانه تراب كتير ليه؟ اول حاجه علشان خاطر في ولاد كتير في البيت، طول ما البيت فيه ولاد، ويا رب ربنا ما يحرم حد من الذريه يا رب، ويدي اللي عايز يا رب. طول ما البيت فيه ولاد بيكون فيه تراب كتير جدا في البيت بقى، وقشر بسكوت وشوكولاتات ومش عارف ايه، بتحسوا ان الدنيا بتبقى متبهدلة دايما. فاحنا ما شاء الله بنبقى حوالي 7 ولاد في البيت، فالضغط عليها كتير، ربنا يقويها علينا يا رب. تمام. بصوا بقى انا كنت ايه، كنست وفرشت السراير وظبطت الدنيا و وبعد كده قلت احنا كده كده ايه، انا خلاص ما بقاش فيها الا انا وابني بس، فقلت لا خلاص بقى اختي مشيت، هنشيل بقى الايه المربوعه اللي احنا كنا حاطينها في الارض دي واحطها تاني مكانها. كانت بتبقى قاعده بسيطه كده، والله العظيم ادفى واكتر مكان ممكن نفسيا ترتاحوا فيه هو بيت الاهل ببساطته بقى بطبيعته. يعني بصوا اكتر مكان تحسوا فيه بالراحه النفسيه والطمانينه وكل حاجه حلوه. وبكده فيديو النهارده يكون خلص، واتمنى يكون عجبكم. يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.